يعني خامس الدوري، سنتين ورا بعض حصلت افريقيا في دور ال16 ما بتحققش ولا فوز. والنهارده هزيمه مذله موجعه من شباب بلوزداد على ارض استاد القاهره في وسط جماهيره، ويطلع شخص غير مسؤول وللاسف بينتموا لنادي الزمالك ويقول لك ان ما ينفعش تحكي اللي حصل في ماتش ريال مدريد لاولادك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. حلقه جديده قويه ناريه، مستنين فضل المولى ثم دعم كل الاهلاويه. اخبط اللايك الجميل وعلى بركه الله نبدا حلقتنا. اول حاجه، النهارده الزمالك بيذل كرويا على ارض وسط جمهوره كالعاده من شباب بلوزداد. اول ماتش في دور ال16 لدوري مجموعات ابطال افريقيا، هزيمه موجعه مؤلمه، وطبعا كالعاده هيطلع اتحاد الكره والسبب، وان سيد عبد الحفيظ عامل سحر، وان الخطيب هو اللي مشغل اللجان الالكترونيه، وان اللمبات بتاعت الكشاف اهلاويه، وان المدرجات اهلاويه. ويطلع علينا احمد حسام ميدو بتصريح عجيب وغريب كالعاده. ليه؟ لمساعده نادي الزمالك واطفاء اي انجاز او اي تاريخ بيقوم به النادي الاهلي. لك ان تتخيل عزيزي الفاضل، خامس الدوري السنه دي لحد دلوقتي، حصلت افريقيا سنتين ورا بعض، تمام، في دوري المجموعات، وادي التالتة بدايتها، ما حققوش ولا فوز. ويطلع احمد حسام ميدو يقول لك للعيبه الاهلي رساله: اوعوا تحكوا لاولادكم اللي حصل في ماتش ريال مدريد او عن المباراه ديت. ليه بقى؟ صحف العالم بتشيد باداء النادي الاهلي وبتقول ان ده كان ماتش صعب جدا على ريال مدريد، ولولا الاخطاء الفرديه كانت بقت مباراه تاريخيه. انت بقى جهبذ وبتفهم اكتر من كل النقاد الرياضيين والصحف العالميه اللي اشادت بلعيبه النادي الاهلي واشادت بالمباراه الكبيره اللي اداها النادي الاهلي، وكتبوا عنوان ان نتيجه عكس سير المباراه. بس احنا طبعا عارفين ان انت عندك اجنده بتنفذها، وانت اللي طلعت قلت الكلام ده بعظمه لسانك لما قلت انا بالاتفاق مع مرتضى منصور بطلع اعمل حاجات معينه لمساعده نادي الزمالك. بس مساعده نادي الزمالك ما تخلكش تطلع تتجاوز عن اللي انا قلته. حصلت افريقيا سنتين ورا بعض وخامس دوري، وسبت دولت يضحكوا للولاد. انما النادي الاهلي لما يلعب في كاس العالم للانديه، البطوله اللي انتوا بتقولوا مش مهمه، امال ايه المهم؟ لما انا الاعب ريال مدريد في بطوله بتضم ابطال القارات، يبقى ايه هو المهم بعديها؟ الدوري مثلا ان انتوا خدتوه عظمتوا فيه وفخمتوا فيه، اديكوا خامس فيه دلوقتي. الاحصائيات بتاعت المباراه بتاعت ريال مدريد، 9 محاولات على المرمى لريال مدريد، 9 محاولات للاهلي على ريال مدريد. يعني ريال مدريد 9، الاهلي 9. شوف حجم الضغط اللي عمله النادي الاهلي على ريال مدريد، شوف الفرص المهدره، شوف طريقه اللعب والضغط العالي اللي لعبناه على ريال مدريد. طبعا الحقد والغل موجهكم في طريق معين، وهو اطفاء او ان انتوا تقضوا على اي حاجه للنادي الاهلي تكون مشرفه. ريال مدريد، الصحف الاسبانيه اللي طلعت تقول لك عملاق افريقيا احرج ريال مدريد، وكانت معاناه جامده قوي ريال مدريد لولا الاخطاء الفرديه والانهيار البدني اللي حصل في اخر 10 دقائق للنادي الاهلي. ده النادي الاهلي يا احمد حسام يا ميدو. الباب اولى بقى انك انت تنصح لعيبه الزمالك انه ما يحكوش ان هم طلعوا خامس دوري، ما يحكوش ان هم حصاله في افريقيا مرتين ورا بعض، وادي الثالثه بدات بهزيمه قاسيه ومؤلمه ومذله في استاد القاهره، تمام. وتقدر تبقى عندك شويه ضمير مهني انك تطلع تقول الحقيقه. يا راجل ده خالد الغندور اللي بيطبل على طول طلع يقول لك نتيجه عكس سير المباراه. الخضري الزملكاوي طلع قال لك نتيجه عكس سير المباراه، وجمهور الاهلي المفروض ما يزعلش، الناس كلها. وانا فخور وفرحان انك انت طالع بتضايقني ان انا خسرت من ريال مدريد. طبعا دي قيمه النادي الاهلي لانه مش متوقع. واللي يقول لي النهائي للرجاله فقط، نهائي للرجاله ايه؟ هو انت اصلا مصنف ضمن الرجال عشان تتكلم على نهائي رجاله ولا مش رجاله؟ هو انت بتشوف الرجاله دولت اصلا غير في الحلم؟ ده انت المره الوحيده اللي اتعمل فيها كاس العالم وكنت هتصعد فيه اتلغت، عايش على الاطلال عليها لحد دلوقتي. انه بجاحه وانه بكاسه. اختشوا على دمكم، هم اللي اختشوا ماتوا فعلا. انك انت تبقى حصلت افريقيا سنتين ورا بعض وخامس الدوري وهزيمه مذله
من شباب بلوزداد النهارده وتطلع تتكلم على هزيمه النادي الاهلي من ريال مدريد. كبار بيلعبوا بعض، ايه دخل الصغيرين في الموضوع؟ خليك انت في الفضايح اللي عماله تحصل لك. كلم عيالك على المخدرات والحريم والمنشطات، قول لهم كده عيب، انما ما تجيش تتكلم عن النادي الاهلي وتقول لعبته، ما تحكيش اللي حصل في ماتش ريال مدريد. لا، ده ماتش للتاريخ وللتباهي. واذا كنا احنا خدنا 4 اهداف وسجلنا هدف في ريال مدريد فرقهم 3، فال3 دولت انت خدتهم من فاركو.